هنعمل مع بعض كحك العيد، وهقول لكم على السر الحقيقي اللي هيطلع معاكي الكحك دايب وطعمه احلى من اشهر المحلات بمقادير بسيطه جدا. مكون واحد فقط هيطلع معاكي الكحك مقرمش وفي نفس الوقت دايب وبيدوب كده في البق. لو عايزه تعملي كحك احلى من بتاع المحلات حلو كده وبيدوب في البق، الكحكايه تكون محتفظه بنقشتها وما تنفش معاكي في الفرن، يبقى الفيديو ده ليكي. عايزه الكحك يقعد معاكي فتره طويله وتخزنيه وفي نفس الوقت ما يبقاش تقيل على المعده ويبقى خفيف كده وما يتعبكوش، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض الكحك زي الكتاب ما بيقول بالظبط. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عشان تعملي كحك ناجح، دقيق يكون حلو وسمنه تكون نوع حلو، هيطلع معاكي كحك حلو. طبعا المقادير مهمه جدا، ولكن برضو نوع الكحك والسمنه لازم يكون كويس. اول حاجه يا اما تستخدمي ميزان يا اما تستخدمي كوبايه معياريه علشان تطلع معاكي المقادير مظبوطه، تطلع معاكي الكحك حلو. يا اما تستخدمي الميزان، ولو ما عندكيش تستخدمي الكوبايه المعياريه او الكوبايه الازاز بتاعه الشاي العاديه خالص، المج الموجود في كل بيت. بعد كده تستخدمي الدقيق، نوع دقيق يكون كويس، مش شرط ان هو يكون دقيق كحك وبسكوت، اهم حاجه يكون دقيق متعدد الاغراض، دقيق فاخر. تمام. تستخدمي بقى اي نوع، سواء دقيق شركات او دقيق سايب من عند العطار، اهم حاجه الدقيق بتاعك يكون فاخر ويكون متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. اول حاجه كده انا هستخدم كيلو من الدقيق. كيلو الدقيق بيعادل 7 كوبايات معياريه، وهسيب لكم مقادير كيلو الدقيق في صندوق الوصف، هسيبهم لكم كده المقادير تحت الفيديو. كيلو الدقيق كده حطيت عليه ربع معلقه صغيره من الملح، وهنحتاج كمان معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، بيخليه هش كده وخفيف وبيخلي الكحكايه مفرغه كده وخفيفه من جوه. وهنحتاج كمان معلقه كبيره ونص من اللبن البودر، معلقه كبيره معلقه ونص من اللبن البودر بالمعلقه الكبيره، وهو ده السر الحقيقي بتاع اشهر المحلات، اللبن البودر او الحليب البودره بيدي طعم حلو وما بينشفش الكحكايه وبيديها كمان لون حلو وما بيطريش معايا الكحكايه قوي كده زي الحليب العادي. عايزين بقى تزودوا على الدقيق فانيليا، عايزين تزودوا ريحه كحك، عايزين تزودوا محلب زي ما تحبي. هتحطي معلقه صغيره من المحلب او نص معلقه صغيره من الفانيليا او نص معلقه صغيره من ريحه الكحك زي ما تحبوا. انا هنا هستخدم فانيليا، حطيت كيسين من الفانيليا ما يعادل 10 جرام او نص معلقه من الفانيليا، وهقلبهم كويس كده مع بعض. انا المره اللي فاتت السنه اللي فاتت عملته معاكم حطيت محلب، السنه دي هحط فانيليا. عايزه اقول لكم كان طعم الفانيليا فيه جميل جدا وبجد يعني ما يفرقش عن المحلات الكبيره. وده بالمكونين دول، الفانيليا واللبن البودر. تعالوا بقى نوزن السمنه كده. خلاص المقادير الجافه بتاعتي بقت تمام. السمنه بقى كيلو الدقيق هيحتاج نص كيلو من السمنه، يعني 500 جرام من السمنه. عندكم ميزان هتوزنوا طبعا السمنه، ما عندكوش يبقى هتحطي كوبايتين معياريتين من السمنه وعليهم معلقتين. يعني هتجيبي الكوبايه المعياريه وتعايري منها كوبايتين وتحطي عليهم معلقتين من السمنه، ده كده هيبقى نص كيلو من السمنه. عايزه اقول لكم الميزان حلو جدا وبيفرق والله، هاتوه وكده كده هتحتاجوه في حاجات كتير وهيبقى معاكم كل سنه تشتغلوا عليه. وزنت اهو 500 جرام كده. انا اديتكم كل الطرق اللي انتوا تقدروا توزنوا بيها السمنه. وزي ما قلت لكم لازم تستخدموا نوع سمنه حلو، يعني سمنه بلدي او اي نوع سمنه تاني حلو. سمنه حلوه يعني كحك حلو، فلازم يكون السمنه بتاعتكم تكون نوعها حلو. الكحك بقى في ناس بتحب تعمله على السخن، في ناس بتحب تعمله على البارد. انا هعمله ما بين الاتنين، هعمله على الدافي. هناخد منه بس معلقتين كبار كده، هسخنهم علشان ده هيدي يخلي الكحك لو انت هتعملي كميه كبيره وهتخزنيه يقعد معاكي فتره طويله جدا. خدنا معلقتين بس عشان لو قدحنا السمنه كلها هتبقى حاميه جدا وهتتعب معدتنا، لكن خدت معلقتين بس كده سخنتهم وقدحتهم. هنزل بيهم كده. لو السمسم بتاعك ني هتحطي معلقتين كبار من السمسم في قلب السمنه. لو السمسم محمص زي ما انا جايباه كده محمص هتحطيه على الدقيق وتقلبيه في الدقيق وبعد كده تنزلي عليه بالسمنه. بصوا بقى احلى مشهد بحبه ده، ينزل كده يعمل فوران كده مع الدقيق، بيبقى حلو جدا. الطريقه دي هتطلع معاكي الكحك جميل جدا، هيقعد معاكي فتره كبيره وفي نفس الوقت مش هيبقى حامي ولا هيتعب معدتنا. هاخد بقى كده بقيه السمنه اللي معايا هرجعها تاني للطاسه علشان تسخن معايا وتدوب، لان الطاسه سخنه، فهسيح فيها بقيه السمنه وهضيفها على الدقيق. حطيت بقى السمنه كده وهبتدي بقى ايه ان انا اقلبها كده مع الدقيق. بصوا الطريقه دي حلوه جدا،
الناس اللي بتعمله على السخن طبعا بيحتفظ بالكحك لمده طويله من غير ما يبوظ ولا حاجه، بس بيبقى تقيل جدا وحامي قوي على المعده. لكن انا عملت معلقتين بس كده، والباقي حطيتها كده دافيه. يعني هتخلي الكحك يقعد معانا فتره كبيره، وفي نفس الوقت ما يبقاش حامي كده، وناكله كده يعني يبقى حلو كده وهادي على المعده، ما يتعبش معدتنا. وفي نفس الوقت كده الكحكايه بتبقى طعمها حلو جدا وجميله. امشوا على المكونات وبنفس الطريقه كده بالظبط، هيطلع معاكم احلى كحك. تعالوا بقى كده قبل ما نبس الكحك هقلبه كده بس كده مع الدقيق. وقبل ما ابسه بقى انا هعمل لكم الخطوات كده خطوه خطوه. تعالوا نخمر الخميره، نركن كده الكحك ونخمر الخميره الاول. انا هنا برتب لكم الخطوات. خلاص حطيتوا الدقيق وعليه المكونات بتاعته، حطيتوا السمنه وقلبتوها مع بعضها. خلاص نركنها بقى ونيجي نخمر الخميره الاول. معايا كده نص كوبايه من الميه الدافيه، دافيه كده زي دمعه العين. نحط عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره خميره فوريه. هقلبهم بقى مع بعض كويس كده، وهركنها على جنب بقى كده لمده 10 دقايق ربع ساعه عبال ما نبس الكحك بتاعنا كويس. خطوه البس بقى دي مهمه جدا جدا في الكحك، لا يمكن الكحك ينجح من غيرها. لازم نبس الكحك كده كويس جدا في قلب السمنه لحد ما كل الدقيق اللي معايا كده يتشرب من السمنه كويس. يعني نقعد نعجن فيه كده وندعكه كده، يعني نعجنه كويس قوي كده، ندعكه لحد ما يتشرب السمنه كلها. عايزه كل ذرات الدقيق كده تتشرب كويس جدا من السمنه. يعني خدي وقتك كده، وادي السمنه كده، وادي العجينه وقتها لحد ما تتشرب معاكي كده، يعني لمده 10 دقايق ربع ساعه، لحد ما العجينه معايا كده تبقى ناعمه كده وملساء. لو هتلاحظوا الاول كانت تبقى مفروله، وبعد كده هتلاقوها ناعمه ولمت مع بعضها. وتقدروا تعملوا اختبار، تاخدوا حته عجينه كده وتكوروها وتضغطي عليها كده في النص كده بصباعك، تلاقيها ناعمه ومش مشققه ولا حاجه كده. خلاص بقت معاكي تمام. ناخد بقى الخميره كده ونحطها عليها. الخميره عملت فقاعات اهي وفوران كده كده، خلاص بتبقى اتاكدنا ان الخميره شغاله معانا. هنحط بقى الخميره على العجينه ونبتدي نقلب بقى كده، يا دوب نقلب. نحط السوائل ونقلبها في بعضها، مفيش عجن، بلاش نعجن فيها كتير عشان ما تعملش معانا عرق. نقلب كده العجينه في قلب بعضها. بصوا بقلبها كده، بقلبها في قلب بعضها. لو اول ما هتحطي كده السوائل هتلاحظي ان العجينه بدات ان هي تفرول معاكي كده، ده طبيعي وعادي جدا، ما يخدش خالص. هترجع ناعمه وهتلم معاكي وهترجع تاني عجينه كويسه. لو انتي يعني نعمل لها برضو تيست، هتاخدي كده عجينه وتكوريها وتضغطي برضو بصباعك، لقيتيها ناعمه وتمام زي كده، خلاص كده انا العجينه بتاعتي تمام وممتازه. لو انتي كورتي عجينه حطيتي صباعك لقيتيها شققت كده من الحروف، يبقى العجينه بتاعتك ناقصه سمنه. ده مش معناه ان مقاديرك مش مظبوطه، ولكن في دقيق بيختلف عن دقيق. في دقيق بيشرب سمنه كتير، فكده هنا نوع الدقيق بتاعك هيبقى عايز سمنه شويه كمان، فهتروحي ضايفه معلقه سمنه وتبداي برضو تقلبيها وتعجنيها في بعضها. تضيفي معلقه بمعلقه لحد ما تختبري العجينه وتلاقيها كده، تحطي صباعك كده في العجينه بعد ما تكوريها تلاقيها مش مشققه معاكي ولا اي حاجه، يبقى كده خلاص تمام، عجينتك تبقى ناجحه. تعالي بقى كده الكحكايه بتتباع بره، بتبقى حوالي 30 جرام. لو انتي بالحشوه يعني هتعملي الكحكايه مثلا 20 جرام او 25، وهتحطي الحشوه بتاعتها 5 جرام من العجوه او من العجميه. يعني هتخلي الكحكه بتاعتك تكون 20 جرام او 22 جرام، وتكملي بقيه ال 30 جرام بين الحشوه بتاعتك. تمام. هو ده كده حجم الكحكه المظبوطه في الفرن. ده طبعا لو انت هتشتغلي بالميزان. لو انت هتشتغلي بايدك هتكوريها كده كور قد الليمونه اللي هي الوسط، الليمون اللي هو الاخضر مش الاصفر الكبير ده، لا الليمونه الخضراء هتكوريه كده قدها عشان يطلع معاكي حجم الكحك مظبوط كده وصغير. وطبعا ده يرجع لاختيارك وعلى حسب حجم اللي انت عايزاه، بس انا بطلع معاكي كحك زي الكحك اللي بنشتريه من بره بتاع المحلات. هتبتدي بقى ان انت تشكلي العجينه بتاعتك كده، هتعمليها بالمنقاش او هتعملي بالختامه الموجوده عندك. لو انت مش هتعرفي تعملي بالمنقاش ومش واخده عليها، تعملي بالختامه هيكون اسهل ليكي بكتير. ان انت هتكوري كده وهتحطي الختامه كده وتدوسي عليها ضغطه بسيطه وخلاص. لكن لو بتعملي بالمنقاش برضو تمام طبعا، اللي تفضليه هتنقشي اي شكل كده. هنا اللي بالمنقاش دي انا حشيتها عجميه وعجوه، واللي بالختامه خليته علشان ابقى محدده شكلهم وعارفه ايه الكحك اللي ساده وايه اللي محشي. دخلته بقى الفرن كده على درجه حراره 180. طبعا بيختلف التسويه من الفرن للتاني على حسب الفرن بتاعك. بتحطيه على الشبكه
على نار متوسطه، ولا تبقى هاديه قوي ولا تبقى عاليه. وتخلي الفرن بتاعك يعني تشغليه من تحت بس، ما تشغليش الشوايه، لان ممكن ياخد لون الكحكايه كلها. لو خد لون من تحت والوش لسه تروحي مشغله الشوايه عليه حاجه بسيطه، وتخلي بالك لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. بصوا الكحك عامل ازاي، شايفين لونها من جوه عامل ازاي، وبتقرمش وحلوه ومش بتبصم في الايد كده ولا حاجه، ودايبه وجميله ازاي، وفي نفس الوقت بتتقطم ومحتفظه بنقشتها وحجمها زي ما هو، ولا زاد ولا نفش ولا اي حاجه من الكلام ده. ملحوظه كمان عايزه اقولها، الكحك ما بيخمرش. العجينه بعد ما بنخلصها بنغطيها كده ونسيبها ترتاح 10 دقايق بس، عبال ما نجهز الفرن ونولعه ونحضر المناقيش والكحكات والصاج، ونحضر الحاجه بتاعتنا، وبعد كده نشتغل فيه على طول، نبدا نشكله 10 دقايق يرتاح فقط، ما بيخمرش. زمان كانوا بيخمروه، لكن طبعا دي طريقه غلط، الكحك مش بيخمر. وكمان لما يكون الكحك لسه طالع من الفرن ما نمسكهوش، نسيبه لما يهدى خالص، عشان بيبقى لسه طري، ممكن يبصم في ايدك ويتكسر وكده. لا، بتسيبيه كده في الصاج بتاعه لما يهدى خالص، وبعد كده لما يبرد تبداي بقى ان انت تعبيه في حاجه بلاستيك او معدن، ما تحطوش خالص، ما تحتفظيش بيه في حاجه كرتون، علشان الكرتون هيشرب معاكي السمنه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. الطريقه ممتازه جدا جدا، مطلعه معانا كحك ناجح وممتاز. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. سجلوها واكتبوها عندكم وامشوا على الطريقه دي على طول، هتطلع معاكم احلى كحك من بتاع المحلات. ملحوظه كمان مهمه، لما تحتفظي بيه ما تحطيش عليه السكر البودر غير عند التقديم. بدات بقى بعد ما برد خالص ان انا اعبيه كده في العلبه علشان احتفظ بيه. عايزه اقول لكم، لو انتوا عايزين حشوه العجميه قولوا لي في الكومنتات، وانا اعملها معاكم ان شاء الله. لو طلبتوها هنزلها لكم الفيديو الجاي. لو انتوا عارفينها خلاص تمام. بتطلع معايا حشوه العجميه حلوه جدا، طريه جدا، وبعملها بطريقه مش بتنشف في قلب الكحكه ولا اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سيبكم بقى في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.